السلام عليكم. معكم ديريكت بالدارجة. في خطوة جديدة من الرباط، حزب أمكونتو ويسيزوي الجنوب إفريقي اللي كيرأسو الرئيس السابق جاكوب زوما جدد دعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد وواقعي لقضية الصحراء تحت السيادة المغربية. زوما من بعد لقائه مع وزير الخارجية ناصر بوريطة أكد أن إفريقيا خاصها وحدة واستقرار حقيقيين ولازم تراجع المواقف القديمة اللي ما بقاتش مفيدة. من جهته ماغاسا مامزوبي رئيس لجنة العلاقات الدولية في الحزب ذكر بالدور التاريخي ديال المغرب في دعم جنوب إفريقيا ضد نظام الأبارتايد، وقال أن نيلسون مانديلا درب حتى هو في المغرب، وأكد أن الحزب غادي يبقى كيدافع على وحدة الدول الإفريقية. هذا الموقف كيعتبر تحول كبير في المشهد السياسي ديال جنوب إفريقيا، بحيث حزب زوما ولا صوت معارض لسياسة الحزب الحاكم اللي كيئيد الانفصاليين في تندوف، وهذا الشيء غادي يعيد النقاش الداخلي على مستقبل علاقات جنوب إفريقيا الخارجية، خاصة مع تزايد الأحزاب اللي كتدعم المغرب ومبادرته السلمية. تابعونا وخليوا آرائكم وتعليقاتكم، لأن رأيكم هو اللي كيقوي هذه الصفحة والقناة ديريكت بالدارجة. تهلاو.